السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص، لكن العناية الإلهية تتجلى في إنقاذ وتتجلى في أن يظل أفراد على قيد الحياة طيلة 11 يوما. سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل من تحت أنقاض مبنى في منهار في هاتاي التركية بعد 296 ساعة، أي ما يقرب من 11 يوما أو 12 يوما من وقوع الزلزال كما تشاهدون هذا الفيديو الآن. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب. وإذا أردتم متابعة أهم الأحداث والظواهر الكونية فاشتركوا في القناة ليصلكم الخبر من مصدره موثقا أولا بأول. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يخرج الحي من الميت. هذا الفيديو تشاهدون رجال الإنقاذ يخرجون 3 أشخاص بينهم طفل من تحت أنقاض مبنى تم انهياره في هاتاي التركية إثر الزلزال. تم هذا الإنقاذ اليوم، أي بعد 296 ساعة من وقوع زلزال تركيا. سبحان الله العظيم وبحمده. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.